السلام عليكم. خليني اقول لك انك مش لازم تكون شغال في المجال الطبي عشان تنقذ حياة بني ادم. النهارده هكلمكم عن الاسعافات الاولية. مش لازم تكون شغال في القطاع الطبي عشان تعرف تنقذ حياة بني ادم. يعني فعلا لو انت مدرس، سباك، نجار، ضابط، لازم تكون عارف الحاجات اللي انا هقولها لك دي. اغلب البيوت المصريه هنا عندنا لو حد فقد عندهم الوعي بيشمموه حته بصله او بيرشوا حبه برفيوم، ولكن ده في حاله واحده بس، لو كان المريض سايكيك، اي يعني حالته النفسيه مش كويسه او زعلان من اي حاجه مثلا. لكن المشكله الاكبر بقى ان لو حصل وقوف في عضله القلب، اي ان فعلا الراجل ده بين الحياه والموت. تعال اقول لك بقى يا ريس ازاي تنقذ حياه البني ادم ده، ان انت فعلا ممكن تكون سبب في انقاذ حياه بني ادم. هحاول كلامي دايما يكون مبسط وهتكلم معاك بالبلدي عشان مش لازم الدكتور بس هو اللي يفهمني، كل الفئات تفهمني، سواء كنت نجار، سباك، عامل، اي حاجه. خليني برضو اتكلم معاك ان احنا هنشرح الموضوع ده كاننا واقفين في شارع، في مدرسه، اي مكان، بس مش مستشفى. ماشي في الشارع في امان الله ولقيت راجل نايم والناس ملمومه حواليه. تعال اقول لك بقى هتعمل ايه. اول حاجه لازم تعملها تشوف مدى وعي الراجل ده والاستجابه بتاعته من حيث المجرى، الهواء والدوره الدمويه بتاعته. بمعنى ان انت هتحاول تقرصه بين صدره بالظبط في المنطقه دي، او تقرصه في المنطقه دي وتشوف هيستجيب ليك ولا لا. طبعا برضه ممكن تحط ايدك على بقه كده مش جامد، يعني هتشوفه بياخد نفسه ولا لا. تاني حاجة والحركة دي مهمة جدا، أي حد جنبك لازم تطلب منه المساعدة، بمعنى إن هو هيكلم أقرب مستشفى، وأقرب مستشفى تجيب إسعاف. طب لو مفيش مستشفيات قريبة هتكلم الإسعاف على طول. أكبر خطأ ممكن تعمله إن أنت تسيب الراجل كده وتقف جنبه لحد ما يجي الإسعاف، في حين إن أنت ممكن تعمل حاجات ممكن تنقذ حياته حرفيا. أول حاجة طبعا لازم تعملها هي تأمين مجرى الهواء عن طريق الحركة دي، ان المريض بيكون نايم على ظهره واحنا بنحاول نفتح له مجرى الهواء بتاعه عشان اساعده في تقييم النفس. تاني حاجه لو انا ما لقيتش فيه نفس للراجل او خلاص ما فيش اي استجابه ليه، مهم جدا ان انا بجيب 3 صوابع واحطهم في المنطقه دي او دي، وعن طريق ان انا اقيم هل بسمع نبض ولا لا. تعالى كده اللي بتسمعني جرب تحط صوابعك كده هتلاقي نبض كده، انت عايش ما تقلقش. طبعا ساعه لما انا ما بحسش اي نبض خالص بضم صوابعي كده على بعض وبشتغل CPR. بعد ما اضم ايدي على بعضها بضغط على صدر العيان بالظبط زي الصوره دي بالظبط. طب كام عده بالظبط بضغطها على صدر العيان؟ ده بيختلف على حسب عمر البيشنت. لو راجل بالغ زي حالاتي كده بنضغط 30 ضغطه. بعد ال 30 ضغطه المفروض ان انا بحاول اعمل له عمليه تهويه زي اللي في الصوره دي بالظبط. بالبلدي كده بحاول اديله اكسجين. خليني اقول لك ان اهم خطوه في القصه دي كلها ان انا فعلا بلغت حد ان هو هيروح يجيب اسعاف، ولا يبلغ المستشفى، ولا هيجيب دكتور ويجي. صدقني مهما كنت سوبرمان فانت فعلا بتساعده، لكن بنسبه 90% لو في الشارع بدون مستشفى او بدون اسعاف فانت مش هتحاول تنقذ حياته. خليني اقول لك ان في حالات دايما بتكون بسيطه، عن طريق مثلا حد كل حاجه اتحشرت في زوره او كده، فالحركه دي كفايه جدا ان هي توصل له اكسجين. طبعا برضو خطوات الانعاش القلبي الرئوي اللي انا لسه شرحها لحضرتك دي ممكن نستفيد بيها في واحد غرقان مثلا في البحر. وطبعا ربنا يكفينا شر البحر، كتير مننا وهو بيصيف لقى ناس كتير مثلا بتغرق. خليني اقول لك ان انا بعد ال 30 ضغطه دول بعمل له عمليه تهويه لمده 3 ثواني، وبعدين 30 ضغطه ثم 3 ثواني ثم 30 ضغطه ثم 3 ثواني، لحد ما حد يجي يساعدني او لحد خلاص يعني فقدت الامل اطلاقا. قد ايه الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نتعلمها، والمفروض نعلمها لاطفالنا في المدارس. الجيوش بتتعلم الحاجات دي عشان ممكن الجندي ينقذ زميله اثناء الحرب. وتخيل قد ايه فعلا انت ممكن تكون سبب في انقاذ حياه بني ادم. يا رب اكون فدتكم. كان معاكم السيد اشرف.